باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل يال العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا لسجود الله لك فسنا للحاجة لا إليك بجودك وكرم فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى منا وحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله ييسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وأن الله يجعل لنا وأهلنا أولادنا ولدنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن استقامة تجعلنا وإياه من الشر والضير والندامة. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفهم سنة دلسنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ريح نصر بالنصر قدها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق يعرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير يمن غنى فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أوصف الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام
صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة علقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. تعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد وبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان ومنزل اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. يغضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه.
بشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله ما ملأ عليه الوجود الخلق صلى ينور الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه أشهد أن لا وسلم. إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله في الصدور من عليه الإيمان قواعد صلى الله ودار عليه اليقين من سر ذلك الإذعان الإذعان والتصديق شواهد صلى الله أشهد أن عليه سيدنا اللهم صل محمد العبد وسلم عليه. الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفره صلى الله عليه. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا بشيرا ونذيرا صلى الله وبلغ عليه. الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بمن الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان عليه. في ظلمة الجل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر اللهم صل وما وسلم عليه. أوسعها من نعمة إن ترسلها في البحر والبر صلى الله اللهم صل عليه. وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن خدمة الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. المصلي عليه اللهم به صل وسلم فينبث عليه. في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله وعلى عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين الذين ارتقوا ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى عليه. الأشرف الأصل بوده وهبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا في ملكه ثاني يا من أمره بين الكاف والنون أعصيك تسترني أوصيك
تستورني أوصيك تستورني أوصيك تستورني فكيف أنسى يا من لست تنساني يا نبيا من قدام قد جلا عنا الظلام يا نبيا من قدام قد جلا عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام يا نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام يا نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام صفة الرب الجليل أنت طهرت الحرام صفة الرب الجليل أنت طهرت الحرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام يا نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام رفقتي صلوا على من علا فوق الملا رفقتي صلوا على من علا فوق الملا لتنالي للأمال من إله ذي نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام يا نبيا من كدام قد جلا عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعادني حرام ولا تعذلوني فعادني حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام تعلم بكايا ونوح
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال الممتلك والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم مستقر في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار ظهوره وبار فتعلق الهمة الراقم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن أنزل إلى تدوير ما حفظته من ششرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء وصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صوتي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم
فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري قوت أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري قوت أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله 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 يا ربي يا خير معتي الله يا ربي يا خير معتي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله يا ربي يا خير إلهي ومالكي أنت نعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله يا ربي يا خير معتي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء
خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى وسلم عليه الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى الله قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي هي في المخاوف صلى الله عليه. السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضلت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو من عليه. ولم ولا عندنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا. الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي.
مغفرة لمن ندم فلا رجوع حقا من مزرعة الشيطان إسلامنا سعادة ودولنا الريادة وفزنا بالعبادة يستقي الإنسان وفزنا سعادة ونورنا الريادة وفزنا بالعبادة بالجنة الرضوان إلهنا الرحمن الخالق الديان دستورنا القرآن نعيش في أمان إلهنا الرحمن الخالق الديان نبينا المختار المصطفى العدنان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل ذابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي ألا يا الله يا رب
عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي بدا لي من عظيم عطا ما قد بدا لي عطا ما قد بدا لي وحسن الظن في من دعاني رأس مالي دعاني رأس مالي وفي عتاب بالندى حطت رحالي وهنا منتظر فلوها بالنوالي وهاب النوالي هدايا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي هدايا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي يا مولى الموالي ويا معطي العطايا العظيمات الجزال عظيمات الجزال أذقنا برد عفوك وأصلح كل بالي وجملنا ويسير لنا سبل الكمال لنا سبل الكمال هدايا الله يا رب يا عالم بحالي يا
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين آله قرب وصحبه وودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. صلى الله عليه. الوجود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. وسمه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Hadiraki Rasulullah, hadiraki Rasulullah, perkerong pekangan Rasulullah hati Nabi TV. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرد واستبيئوا بجمال يا رسول الله فكفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العالم بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا بلغ مقاصدنا يا رب مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم يا عليه رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل على محمد تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه سهل
واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله وله مع عليه. سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله ومن عليه. نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم عليه. الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجمعت في وصف الحبيب اللهم وشأنه صل وسلم وله عليه. العلا في مجده ومكانه صلى الله أوصاف عليه. عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في ذا التدوين ما أفاد العلم من وقاء مولد النبي الكريم صلى الله وحكمة عليه. ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. الله 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 لا إله إلا الله. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام. الله 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 لا إله إلا الله. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعز
وقاصدي إليكم دواء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شأني فيه مشكورا وفيلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب السد تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذيك الكاملة مستودة أمانتك وحفظ سرك وحميل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمهسس بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في بالك وسكي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل يطرق به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل روايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لندمعنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإيه والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلاء وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وسجدك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.